شايف ان الاهلي والاسماعيلي الاهلي والزمالك ممكن يحصل لهم نفس الاسماعيلي. هو طبعا هو الواحد بيتألم، يعني انا شخصيا انا متضايق ان الاسماعيلي، بس ده مش معناه ان انا ابوظ السيستم اللي اتحط. يعني انا مش على حسب التقارير بتاع الترانسفير ماركت، يمكن في فصول الانتقالات الاخير ان مصر يعني لاول مره بتكسب او يبقى في عائد من الانتقالات يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، عاملين ايه؟ ومعاكم حلقه جديده من برنامج 3 بونت. بس النهارده معانا ضيف تقيل في الاداره بشكل عام، دارس ومثقف وعارف يعني ايه اداره. خلينا نرحب النهارده بالدكتور سالم. اخبار حضرتك ايه؟ انا مثلا يا باشمهندس، انا سعيد ان انا موجود معاك الله النهارده، يخليك يا سعيد ان دكتور. انا موجود في البرنامج يعني. الله يخليك. طبعا منور بورسعيد، الناس اللي عارفه ان احنا بنصور في بورسعيد. اخبار الكوره ايه؟ هي الكوره بالرياضه يعني انا دايما بقول انا ما بحبش ان انا اكون متشائم قوي يعني. يعني دايما بقول ان مصر فيها امكانيات كويسه جدا. عندها امكانيات، بس احنا بينقصنا المينتاليتي اللي محمد صلاح اتكلم عليها. جميل. ده من 10 سنين لسه بينقصنا. دي يعني الامكانيات موجوده، حتى لما بتقعد تبحث في كذا مواضيع وفي كذا حاجه، لا بتلاقي في امكانيات، بس انت ازاي توصل لها. هي المعضله في كده، ازاي ان انت تبقى في تيسيرات في ان الحاجات دي، يعني حتى لو في قرارات او قوانين بتطلع او اي حاجه بتطلع من الجهات المختصه سواء الوزاره او الاتحادات، الفكره في تطبيقها وان انت تسهل الامور. يعني الامور تبقى سهله في تنفيذ القرارات واللي بيتم اصدارها من الجهات المختصه. لو دي اتسهلت من الناس، يعني اللي هو يبقى فيه مرونه، في المسؤولين يبقى عندهم المرونه الكافيه، هتلاقي الامور بتمشي. غير كده انت احنا بنقف كتير، يعني الامكانيات اللي عندنا دي كلها بتضيع. وده الحال اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، احنا عندنا امكانيات بس مش عارفين نستغلها صح. الاستغلال الصح ده هيبقى من خلال ان انت يعني مثلا بتعتمد على كوادر كويسه، ان احنا نبعد شويه عن الفهلوه ونبتدي نرجع ان احنا لا، هو العلم. يعني ما فيش حاجه يعني هتصلح حال اي منظومه سواء بقى اداريه رياضيه او اي حاجه الا من خلال العلم. غير كده احنا بنبعد كتير. جميل. خلينا بس نقول العلم ده مقصد بيه ايه والمين. بص يا باشمهندس، هو دلوقتي يمكن في مصر ما كانش فيه السبورتس مانجمنت، حلو، يعني ما كانتش موجوده. دلوقتي بقى كل حاجه مخصصه بالعلم. يعني مثلا دلوقتي بقى في حتى في جامعات بتدرس مثلا الاداره الرياضيه. يعني زي ما احنا ما كناش يعني زمان ما كانش في حاجه اسمها كليه الاداره الرياضيه، في كليه التربيه الرياضيه. التربيه دي لكن كليه الاداره بوجه عام، انت يعني انت يعني دي اللي بتسهل لك ان انت تعرف تستغل الموارد اللي عندك. ان احنا نبقى متطلعين على الطرق الاداره الحديثه لاداره المنشات الرياضيه بشكل عام على مستوى العالم، وننقل التجارب دي لمصر. ده يعني هيأثر بشكل ما على الجي دي بي بتاع الناتج القومي للاقتصاد المصري. مصر يمكن مثلا احنا نتكلم شويه في الكوره بقى. على حسب التقارير بتاع الترانسفير ماركت، يمكن في فصول الانتقالات الاخير ان مصر يعني لاول مره بتكسب او يبقى في عائد من الانتقالات. يعني اتصرف على صفقات بتاعه الدوري المصري 28.5 مليون دولار، وبقى في عائد 30 مليون دولار. يعني حتى لو الرقم مثلا مليون ونص، بسيط بس في عائد. في عائد لاول مره تحصل السنه دي. ده طبعا نتيجه بقى، يعني مثلا في صفقات تمت، وكان يعني مثلا المؤثر فيها اكتر يعني طبعا هو الاهلي والزمالك، دول مؤثرين اكتر. يعني الزمالك لما الصفقه بتاعت نبيل عماد دونجا ب 1.1 مليون دولار لما اتباع في السعوديه. برضه الانتقالات يعني في مرونه شويه برضه حتى في النادي الاهلي، ان هو في تسهيل الصفقه بتاعت حمزه عبد الكريم. الحاجات دي كلها هي اللي بتجيب العيون عندنا في مصر، ان لا، احنا عندنا لعيبه كويسه، وعندنا لا تقدر تستثمر. لان هو شئت ام ابيت، لو انت ما اعترفتش، يعني لو ما اعترفتش ان الاداره الرياضيه او ان النشاط الرياضي ده لازم تكسب منه، مش مجرد ان انت حاجه فن. لا، لازم يبقى فيها فن، لازم يبقى فيها فلوس تطلع. هتبعد كتير، لان هي دلوقتي بقت لغه استثمار. الصناديق السياديه اللي في الدول زي السعوديه او بعض الدول يعني مش هيدفعوا الفلوس دي كده الا لما يكون في عوائد بتطلع، وبالفعل في عوائد بتطلع من الاستثمار الرياضي. يعني وده باين مثلا في بعض الانديه حتى بيبقى ليهم، يعني سواء بقى في الدوري السعودي او في الدوري الانجليزي، من الاستثمارات اللي بتحصل تبع صندوق السياد السعودي. الملخص يعني ان لو ما اعترفناش ان الرياضه صناعه زيها زي الصناعات اللي بتتم في مصر، هنبقى كتير. يعني لازم يبقى في اهتمام بيه. وشايف ان هو الاهتمام، يعني في اهتمام، بس هو البيروقراطيه هي اللي بتوقف الامور شويه. انت النهارده شايف زي ما قلت ان التعليم او ان احنا نثقف نفسنا، الشهادات، الدراسه
للكادر الاداري في الانديه، لازم يبقى ده توب رقم واحد عنده، ولازم ندرس وناخد السبورت مانجمنت او ايا كان للانديه. حلو. انت شايف ان ده ممكن ياثر اصلا بالسلب او الايجاب للانديه القمه لو ما درستش هيأثر بالسلب مستقبلا، او الانديه اللي تحت، خلينا مثلا نقول انديه شعبيه تحت زي الاسماعيلي لو لسه كمل، زي اسوان وغزل المحله والكلام ده كله، ممكن يأثر بالايجاب مستقبلا ان حد فيهم اداريا مش مش لعيبه ومش مدرب، لا اداريا ان هو يوصل الانديه دي ان هي تكسب الدوري، او يوصل انديه زي الاهلي والزمالك ان هي تخسر مكانتها في الدوري مستقبلا. بص، هو طبعا انا يمكن انا يعني نويت الحته ان العلم، يعني اي نادي من الانديه سواء بقى الاهلي او الزمالك او حتى يعني نادي من الانديه اللي هبطه لو طبق بجد هتفرق. يعني الامور دي كلها تفرق تفرق كتير. يعني النادي الاهلي مثلا هو عنده شركه الكوره، شركه الكوره دي فيها دكاتره وفيها ناس يعني يمكن درسوا لي، يعني مم. درسوا لي في الجامعه في السبورتس مانجمنت. بس ما زال برضه هم بيعانوا، يعني هم بيعانوا زيهم في الحته بتاعه يعني في حاجات هم ما بيقدروش يعملوها، ده بسبب يعني البيروقراطيه، بسبب شويه حاجات، يعني حاجات كده اداريه. لكن الاصل ان انت يعني مثلا احنا خلينا نتكلم عن الاستراكشر اللي يخلي المنظومه تبقى ناجحه. المنظومه تبقى ناجحه بيبقى محتاجه حاجتين. الحاجه الاولانيه طبعا مجلس اداره بيبقى يعني هو عارف، يبقى ليه خطه، الخطه بتاعته بتبقى واضحه، بيبقى عنده مرونه. تشيل بقى الحب والكره والكلام ده اركنه بره، انت قاعد على الترابيزه انت بتناقش قرارات مالهاش دعوه بقى أصل انا بحب فلان او بكره فلان او الكلام ده. يقدر يجيب ناس تشتغل، يبقوا يعني تجيب ناس متخصصه وناس فاهمه ما بين الخبره وما بين الدراسه، ان هم يقدروا يشتغلوا. هتلاقي في انتاجيه. يعني لازم يبقى دلوقتي هو ما ينفعش في نادي سواء بقى في الدوري الممتاز او في اي درجه ما يبقاش فيه مدير رياضي. مم. والمدير الرياضي ده لازم يبقى حد مؤهل. والمدير الرياضي بدون ما يبقى في مجلس اداره عنده فيجن واضحه، ان هو ازاي مثلا انا موجود في فتره ما، مثلا انا موجود على مدار 4 سنين، لازم يبقى عنده رؤيه. الرؤيه دي تبقى واضحه للجميع العمال اللي بتختاره، علشان تختار صح، علشان الرؤيه دي تتنفذ. لان انت ابعد بقى عن الاشخاص، يعني احنا خلينا احنا جايين ببرنامج معين، وبرنامج بقى يعني برنامج حقيقي، يعني نلتمس ان هو يكون حقيقي. المدير الرياضي ده يبقى موجود، ده اللي بيبقى على راس القمه بعد مجلس الاداره، هو اللي بيختار الاجهزه الفنيه والاداريه. جبت مدير رياضي صح، اديته صلاحيات كويسه، هتعرف تجيب اجهزه فنيه واجهزه اداريه تمشي لك الدنيا، تديهم صلاحيات. واكتر حاجه تاثر على الانديه عدم الاستقرار. يعني لو النادي جاب يعني لازم يبقى فيه مشروع يبقى بيتم. المشروع ده بيبقى ليه مسئل على الشورت تيرم واللونج تيرم، اللي هو انا هجيب الاجهزه الفنيه، لا انا عندي رؤيه ان انا في خلال 3 سنين او في خلال سنه، خلينا 3 سنين، هوصل لحته معينه هقدر اطلع من الناشئين، يعني ابتدي الهيكله من قطاعات الناشئين. لان ده بيبقى راس مال اي نادي موجود، وبالاخص الانديه الشعبيه ده راس مال، ده اللي بقدر اطلع منه، خاصه الانديه اللي بتعاني من المشاكل الماليه، واللي عندها ايقافات قيد زي الاسماعيلي وزي الزمالك. وده يمكن مثلا التجربتين فيهم يعني فيهم نوعيه، تشابه شويه. فيهم تشابه شويه. بس الزمالك بيطلع يعني في فكره ان هو لما ابتدت الامور تبقى مقيده للزمالك في القيد. معتمد جمال لما طلع 5 لعيبه من الناشئين قام ايدهم في افريقيا. مم. قرارات جريئه من اللي خدها جون ادوارد، رغم ان كان في تخبط في مجلس اداره يعني ما بين المؤيد والمعارض، بس يحسب مجلس اداره ان في الاخر ايه، سابوه. مم. يعني حتى لما اخذ القرارات ان هو يبيع ناصر ماهر ولا يبيع نبيل عماد دونجا عشان يفك الفلوس، ان هو ده قرار جريء وقرار صعب يعني، وعلى غير رغبه الجماهير. هو في الاخر ان من الاحصائيات ان في عائد من الدوري، من بيع اللاعبين في الدوري المصري السنه دي، يعني حتى لو هو صغير 1.5 مليون دولار، بس هو في الاخر في عائد، دي اول مره تحصل. نتمنى ان هو في اللي جاي برضو يعني الامور يعني العائد يزيد، الامور تبقى افضل. وده مش هيرجع الا لما يبقى السيستم اللي محطوط في كل نادي ماشي باسس صحيحه. المدير الرياضي اختياره لازم يتم اختياره بعنايه، ده اللي بينزل من تحتيه كل الاجهزه بقى الفنيه والاداريه، ويتم اختيارهم بعنايه. يتحمل مجلس اداره بيحدد في الاصل مشروع، انا عندي الخطه وانا بجيب الناس اللي تنفذ الموضوع ده. لان هنرجع برضه نقول ان ده لو مجلس اداره كويس هتلاقي الامور في اللي تحت كله بتبقى كويسه، مجلس اداره مش كويس هتلاقي الامور اللي تحت كلها ما
مش احسن حاجه. قبل ما نتطرق للمشكله الاساسيه بتاعت الحلقه بتاعت النهارده، حضرتك قلت حاجه ان العائد اكبر، في عائد للدوري المصري كله اكتر من الصرف اللي اتعمل، وده كان اول مره يحصل. ومنشنت حمزه عبد الكريم، صح؟ تمام. رايك اصلا، انت عارف ان حمزه عبد الكريم قعد شهر تقريبا عقبال ما يطلع نيجوشيشن بين الاثنين. رايك في النيجوشيشن دي، هل هي ذكاء من النادي الاهلي، ولا حصل استهبال ولما الناس قامت على النادي الاهلي تقريبا ابتدوا يتساهلوا شويه في الموضوع؟ لان انا شايف، انا مع الجنب الثاني من رايي انا كاهلاوي، انا شايف ان الجنب الثاني. انت بقى شايف اداريا، او شايف زي ما احنا نقول ده الصح في الاداره، ولا ده الغلط في الاداره؟ بص، هو الاصل ان انت تسمع الراي الصح. امم. يعني يعني بغض النظر بقى ان هو جاي من انهي حته، بس ان انت تسمع له. انا بصراحه ما اعرفش الطريقه اللي النادي الاهلي خد بيها القرار، لكن انا برضو زيك. شفنا الاول ان السوشيال ميديا وحتى الاعلام كله بقى يتكلم ان حمزه عبد الكريم هيتنقل برشلونه، وسمعنا ارقام عاليه جدا. انا شخصيا كنت مستغرب، يعني انا يعني 5 كنت مليون ايه؟ انا كنت مستغرب من الارقام اللي بتتقال. ده رمضان صبحي قعد اه 3 سنين عشان يطلع بستة ولا سبعة، فيعني بالظبط. فايه الارقام دي انا بقيت مستغرب، بس كان اللي يهمني ان الصفقه تتم. ليه؟ كلنا كان يهمنا اه صفقة. فكره بقى حتى النيجوشيشن اللي تم، او ان بقى في فاسيلتيز بقت تتحط من النادي الأهلي، بقى خلاص الامور بقت لا عشان الصفقه ما تضيعش، لان ساعتها كان ضررها يبقى اكتر. لان طبعا احنا تقريبا احتفلنا بقى مصريين، يعني مش عندنا لعيب بينافس ليفاندوسكي دلوقتي. احنا احتفلنا المصريين كلهم، سواء بقى اهلي زمالك، يعني اي حد احتفل بان حمزه عبد الكريم يروح برشلونه. يعني الحمد لله ان احنا بيبقى عندنا كوادر بتطلع زي صلاح ومرموش. حاجه، يعني حاجه تشرف. لكن بقى تيجي بقى ان احنا نوقفها بسبب بقى شويه تفاوضات معقده شويه، الحاجات دي كلها لا. بس الاصل احنا نفرح ان هو تم، يعني ان هو راح برشلونه، وما شاء الله بيهدف. ما شاء الله، انا ما تابعته يعني في اول اللقاء اللي عمله اول ما راح النادي. تشوف شكله عامل ازاي، بعدها بكام شهر بص شكله عامل ازاي. لا في فرق. ويمكن يعني الكلام ده احنا نطبقه عندنا، يعني في بعض الاكاديميات الخاصه طبعا هي عندها امكانيات اللي تخليها تؤهلها ان هي تصرف وتطبق النماذج العالميه بقى، مش نماذج محدده في دوله محدده. بعض الاكاديميات دي اصلا بتجيب اللاعب، تمام، بتاهله سواء بقى كلتشر، يعني بتعرفوا لغات، يعني سواء بقى انجليزي فرنساوي الماني ايطالي، و يعني بتعمل له سيستم كويس جدا ان هو يقدر يقوم منها. لا لعيب تقيل، ومنها في لعيبه راحت المنتخب 17 سنه. الهبوط للانديه الجماهيريه بشكل عام في العالم كله، مش في مصر بس. هنروح كده كده للفريق اللي الناس كلها عارفاه خلاص في مصر هنتكلم عليه. بس خلينا النهارده نتكلم على فريق او فرق زي بارما، ليستر، سانتوس، الفرق اللي هي بوردو في فرنسا. كاداريا بقى، احنا النهارده خلينا نبعد عن مصر شويه، علشان احنا قلنا لسه المينتاليتي ما ظهرتش بتاعت الدراسه وبتاع. طيب الناس دي عندها ناس درست، يعني ما اعتقدش ان في حد فيهم مش دوري محترفين ممتاز في الخمسه الكبرى والبرازيل ما اعتقدش ان حد فيهم هيبقى ماسك مش فاهم يعني ايه، لان الدنيا هتقوم عليه. ما اعتقدش ان حد فيهم فاينانشال هيبقى بيتلاعب، لان برضه في قضايا هتقوم عليه. حتى لو في ناس بتعمل كده، بس باين ان عندها قضايا. برضو ايه السبب في ان الانديه زي دي من سنه 2000 لحد النهارده سمعنا انديه كتير برضو بتهبط، وهي كانت في يوم من الايام ليها زي ما يقولوا شنه ورنه في الدوري بتاعها؟ رايك؟ بص يا فندم، هو يعني هو بيبقى فيه اكتر من نموذج، ليه اكتر من حاله بتؤدي للفشل. حلو. في نماذج، يعني مثلا احنا لو اتكلمنا على اليوفنتوس اليوم. اليوفنتوس تلاعب، يعني فكره التلاعب، يعني هناك يعني بره بيركز اكتر. هو طبعا بيركز على الاف اف بي اللي هو الفاينانشال فير بلاي، سواء بقى بالصرف الزياده او بان انت تبقى مديون، وبيركزوا اكتر على المديونيات. بمعنى ان مثلا انت عندك في الدوري الانجليزي انت عندك ايفرتون اتخصم منه في موسم 23 24 اتخصم منه نقاط، وفريق تاني اتخصم منه نقاط نتيجه ان مديونياته عدت لمده 3 سنين 105 مليون دولار. يعني سابوهم الاف اف بي بتاع بريطانيا، سابهم 3 سنين. 3 سنين لما لقى ان هو عنده 105 مليون دولار مديونيه. لا وقف، قال لك انا هخصم منك. ليه؟ عشان هو
الفكره ان هم بيقدروا يطوروا، يعني مثلا يطوروا من القوانين ويطوروا من الحاجات بشكل سريع جدا عشان يعالجوا الامور اللي عندهم. تيجي في اليوفي نزل ليه؟ لان هم لقوهم بيلعبوا في التعاقدات. بيلعبوا فيها ازاي؟ ان مثلا بيطلع ميزانيات وبيطلع حاجات مكاسب وهميه، يعني يقول لك اللاعب الفلاني ده تم بيعه مثلا ب 200 100 مليون دولار. ده بيعلن ده علشان الميزانيه تبقى طالعه 100 مليون، لكن في الاصل هي ما فيهاش كده. هو بيعمل ليه كده؟ عشان يخرج بره دايره ان هو ايه، يتخصم منه نقط، او الحالتين متشابهين، سواء ان هو بيصرف كتير او بس. طبعا الريستريكشن بتاعها بيبقى يعني انت لما تيجي تصرف زي المان سيتي، مان سيتي عليه 114 قضيه، مش 114 قضيه. مش مليون عليه 114 قضيه. قضيه بسبب اللعب المالي النظيف. فلكن هو يعني في الاخر هو ماشي، يعني ماشي مش مديون. مم. في انديه تانية بتبقى مديونه. يعني الاهم ان انت ما يبقاش النادي مديون. يعني انت يعني ده يتحل ازاي؟ يتحل اولا اصلا مجال، يعني هو في بعض الدول بيطبقوا ان مجالس الاداره، يعني شوف الاداريين والمجالس الاداريين والموظفين، يعني مجالس الاداره والموظفين بيتعمل لهم زي تحاليل. بمعنى ان هو لا، هو اولا هو بيشوف هل هو مؤهل، بيشوف مثلا هو ماليته ايه، قدرته ان هو يدير ايه. الحاجات دي كلها بتتحدد، هما بيحددوها علشان هو يشوف هل هو مؤهل ان هو يدير النادي ولا لا، عشان ما يلبسش النادي في مصيبه. لان الاصل بيجي من الاداره من مجلس الاداره والاداريين. ده هم تمام، عندهم رؤيه واضحه، بيشوفوهم. حتى المدير الاداري او المدير الرياضي او اي مدير بيبحثوا عنه، يشوفوا اصلا هو كان موجود في نادي تاني ولا لا، ولو ما كان موجود في نادي تاني اداؤه كان عامل ايه، علشان ما يوقعوش. لان دي الرقابه، يعني ده الاصل ان هو لا، الاتحادات بتفضل مراقبه، يعني مراقبه فير، مم. مراقبه على الانديه عشان ما تقعش. يعني الاتحاد في الاخر او المنظومه الرياضيه اللي في الدول اللي في اوروبا زي انجلترا وايطاليا لا بيراقبوا، وفي وقت ما بيتدخل يقول لك لا ستوب، انت كده غلط، لا ده ما ينفعش، انتوا اللي بتعملوه ده غلط. بيسيبك بيسيبك شويه، لاك بتنفذ كويس دنيتك تمام، لا لاك مش بتنفذ كويس، لا بيوقف. هل المراقبه دي حصلت في مصر لايا كان الفريق؟ بص هو طبعا انا يعني الامور دي صعبه، في حين يعني انا مارست الاداره 9 سنين. يعني يكاد يكون مثلا احنا بنتبع الاداره، الجهه المركزيه، الجهه الاداريه المركزيه. الجهه الاداريه المركزيه يعني في اعراف الاداره، انت بتقعد اجتماع مجلس الاداره، بيتاخد فيه قرارات. القرارات دي لازم تتبعت للجهه الاداريه المركزيه، بيراجع عليك. الطبيعي ان لو مجلس اداره واخد قرار غلط هو يرده، بس ده ما بيحصلش. الطبيعي ان اي تعاقدات مجالس الاداره بتعملها بيتم مراجعتها، بس ده ما بيحصلش. مجلس الاداره اللي هو شخص ولا مجلس نادي؟ الاداره النادي. جميل. هو مجلس الاداره اللي هو فالشخص النادي. يعني المجلس الاداره ده لو مشى، ما هي دي تبقى مشكله. يعني ما هو لو في رقابه، يعني انا بقول لحضرتك ان الستبس اللي بتتم في مجالس الاداره عندنا. يعني انا بقول لحضرتك احنا عندنا عندنا المقدره، بس احنا المشكله عندنا في المينتاليتي، في الاشخاص ينفذوا. انت حضرتك اي مجلس اداره في مصر لاي نادي في مصر بيبقى خاضع للمنطقه بتاعته. يعني الاهلي مثلا، الاهلي خاضع لمنطقه القاهره، الزمالك خاضع لمنطقه الجيزه. اي قرارات بتتاخد في مجالس الاداره لازم تروح للجهات الاداريه المختصه. الحاجات اللي هي بتبقى كبيره بترجع لوزاره الشباب والرياضه، بيتم مراجعتها. انا ما ينفعش، يعني خلينا نتكلم بشكل واضح، احنا يعني في بعض الانديه، سواء بقى الانديه الكبيره قوي او الانديه الشعبيه اللي هم في المربع الجماهيريه الشعبيه اللي في مصر، فيهم انديه بتعاني من المشاكل الاداريه نتيجه ان انت غياب رقابه. انا ما اجيش مثلا، انا النادي الاسماعيلي من 2016 وعمال يقع. بيقع ليه؟ ما نتيجه القرارات اللي عماله تتاخد غلط. القرارات دي فيها وقت، انت لازم اصلا يعني بيبقى فيها محاسبه. يعني انا لو في حاجه اسمها الايرلي وورنينج سيستم، اللي هو نظام الانذار المبكر. بمعنى ان انا باخد بالي زي ما الاتحاد الانجليزي عمل مع ايفرتون. قال له انت بتصرف 105، انت عندك مديونيه ب 105 مليون دولار مديونيه، فبالتالي خصم منه، وكان في الاخر هو كان بيصارع على الهبوط في الموسم بتاع 23 24. لو الكلام ده بيتطبق عندنا، النادي الاسماعيلي مش هيوصل اللي هو فيه دلوقتي. وطبعا دي حاجه احنا يعني انا شخصيا انا متضايق ان الاسماعيلي هبط، يعني حاجه، يعني حاجه محزنه وحاجه مش ما. متضايق الصراحه. لا اي نادي جماهيري اللي بيدي طعم وحلاوه للدوري هي الجماهير. ماشي، لا يعني حته الاسماعيلي جماهيري. ان هي جماهيري تمام. هو بس احنا ممكن بنقول كده علشان اغلب الدوري النهارده بقى شركات. حلو، بس لو احنا كنا جمهور طالع جمهور نازل،
ما كنتش حتى هتبقى زعلان، فاهم؟ لان الاسماعيلي نزل مثلا طلع طنطا، ما هو ده جمهور وده جمهور. انا مش مع، بص حضرتك، هو انا سامع ان في ناس حتى من الجماهير او الناس اللي زعلانه ان الاسماعيلي هبط، ان هم بيبتدوا يعني يفتكسوا او يتكلموا. انا سمعت حد بيقول احنا نستثني من الهبوط الانديه الجماهيريه زي الاهلي والزمالك والاسماعيلي. ده كلام مش طب منطقي، بلعب ليه؟ لان في الاخر ده معناه ايه؟ يعني ان انا اي حد بيغلط انا بسيبه، ما ينفعش. هو في الاخر انت في سيستم لازم تحترمه. في المقابل طب ما هو في انديه اهلي جده ما وقع، في انديه بتقع وبترجع تاني. دي يعني الاسماعيلي هبط هيطلع مكانه انديه تانيه. القناه صعد، بترول اسيوط صعد بترول اسيوط صعد، مين؟ انديه ابو قير، ابو وابو قير. قير الاسمده صعد. اصل ابو قير يعني حتى يعني شركه حتى بس لها جماهير، لان انا حضرت لهم في اسكندريه لهم جماهير. انت انا ابو قيري، فاهم؟ اه بقالهم 3 سنين شغالين بسيستم كويس جدا، وهتحاول يصعدوا. مم. الناس مش بتبيع اللعيبه بتاعتها، لعيبه اساسيه الموجوده ما تمشيش. آه، بس هو الفكره ان انت اللي هو الايه، إنه نظام الانذار المبكر اللي هو ما انا الميزانيات بتاعه الانديه بتجيب، ما انا لو في حاجه غلط ما انا اوقفها. احنا خلينا بس نقارن ما بين ثلاثه دلوقتي العالم عاشهم واخدت ترند وصيت كبير. يعني يمكن الناس اللي متابعه كوره قوي تبقى واخده بالها مثلا من سانتوس، تبقى واخده بالها من بوردو، بس خلينا نتكلم في الثلاثه اللي اخدين ترند بالنسبه لمصر طبعا. الاهلي جده، ليستر، والاسماعيلي. خلينا نبتدي باهلي جده بما انه هو الرابح الوحيد دلوقتي في الثلاثه اللي حصل. اعتقد ما فيش حد كسب اكتر من اهلي جده دلوقتي. ده حقيقي. ان هو واحد يهبط تقريبا 2022 22. يصعد 23 يكسب 24 او 5 او 5 24 25 25 26 افريقيا او افريقيا اسيا. مم. فرايك الاول في تجربه اهلي جده من الهبوط للصعود والمكسب، وايه السبب؟ يعني من رايك طبعا ايه السبب فيها؟ بص حضرتك، اهلي جده من الانديه اللي ما عندهاش مشاكل ماليه. جميل. يعني ده يعني بيدي الارم كده ان المواضيع مش فلوس بس. يعني الفلوس من غير ما تعرف تستغلها صح او يبقى تجيب ناس تديرها صح مش هيبقى لها لازمه. مم. اللي حصل ان اهل جده لما وقع وكان عادي، يعني الجماهير زعلت والجماهير اتضايقت، بس هو في الاخر هو سيستم انت لازم تحترمه. لما حصل ان الهبوط واتعمل خطه، وده طبعا يعني في تدخلات تمت من الصندوق السيادة السعودي في الجزء الخاص بالاستثمار الرياضي، ان هم شالوا اهل جده وبعض الانديه لما استثمروا فيها زي 6 النصر. انديه الاهلي والشباب اه والنصر وبتاع. ده قدر ان هو يعني يخلي النادي الاهلي لاهلي جده يرجع تاني. ده من خلال الاداره، هم جابوا تيم كويس في الاداره. مجالس الاداره حتى بالاداريين او الموظفين الموجودين في النادي هم اللي يقدروا يرفعوا الكلام ده. هو انت بتبقى ماشي على سيستم انت طبقته صح، جبت الناس الصح في المكان الصح، بشكل تتحل الامور بسيطه. مم. طيب في المقابل عندنا ليستر النهارده من رابح الاسود او الحصان الاسود في الدوري الانجليزي، ولاعب شامبيون ليج، والنهارده في الدوري الدرجه الثانيه او الثالثه بالنسبه لنا. فبرضه رايك ايه؟ اكيد تابعت اللي حصل النهارده، هم ليج 1 ده. بص هو التجربه بتاعت ليستر سيتي، احنا لو خدنا بالنا من التدرج بتاعها هنلاقي ان اولا في حاجه اسمها السستينابيلتي. السستينابيلتي دي ما كانتش موجوده في ليستر سيتي. انا مش فكره هو خد الدوري في 16، فكره ان انت تاخده دي في حاجه كويسه، بس فكره بقى ان انت تبني بعدها، يعني تبني بعدها بشكل يخليك تفضل مكمل لقدام. اولا اللي حصل ان هو بعدها الاداره، يعني الاداره فضلت يعني ما اتغيرتش. الاداره بتاعت ليستر سيتي موجوده زي ما هي. اللي هم عملوه بعد 9 شهور قالوا للمدير الفني. فطبعا انت عشان تجيب حد جديد يمسك الفرقه ده بيأثر، يعني انت لسه محتاج تبني من جديد مع لعيبه جديده باستراتيجيه جديده. ده اثر طبعا لما الرواتب ارتفعت بشكل مبالغ فيه. ما بقاش فيه التزام بالسداد بتاعه الرواتب. انك انت يعني الاشخاص نفسهم اللي ماسكين الاداره ما اتغيروش. انت خلاص انت بقيت بطل الدوري، انت ما بقاش عندك رؤيه ان انت بعد كده ايه اللي انا اعمله، فاصبح ان انت بقيت تقع. اتكلمنا على ليستر واتكلمنا على نادي اهلي جده. نروح بقى اسماعيلي. للقلعه بتاعت مصر اللي بتتهدم دلوقتي، النادي الاسماعيلي. وعايزين نتكلم عن 3 حاجات او حاجتين. هنشوف اول حاجه سبب الهبوط مش النهارده نزول الدوري الدرجه الثانيه، لا، هبوطه المستمر اصلا. تقريبا احنا داخلين في 10 سنين هو من ان هو الثاني الدوري
ان هو خرج من افريقيا سواء كونفدراليه او دوري ابطال ما بيشاركش فيها اصلا، ان هو بقى منتصف الدوري، لان هو بقى بينافس على الهبوط لان هو هبط مرتين، يعني الانحدار في الكيرف ده. تاني حاجه المساعده اللي هي الاداريه، مش الاداريه، مساعده اتحاد الكوره ليه لحد النهارده مره وشكلها داخله في الثانيه. وتالت حاجه رؤيه جماهير الاسماعيلي ان هو بقى احق ان انا اقعد في الدوري المصري الممتاز ايا كان ما هيحصل. هو طبعا هو الواحد بيتألم، يعني انا شخصيا انا متضايق ان الاسماعيلي، بس ده مش معناه ان انا ابوظ السيستم اللي اتحط. يعني انا مش مع رابطه الانديه او اي حد بيفكر ان هو يلغي الهبوط، لان في الاخر هو نادي بيقع يعني بيهبط بيطلع مكانه انديه تانية بتبقى جماهيريه، ومش ده السيستم المتعارف عليه. يعني هي الفكره ان انت لازم عشان يبقى باين ان انا ما قدرتش ادير صح، فالنتيجه ان انا بقع، يعني ان انا في فشل حصل معايا، فانا لازم خلاص يعني استجيب للرولز اللي محطوطه. موضوع النادي الاسماعيلي ليه كذا بعد. اولا طبعا انا يمكن مثلا اللي احنا نعرفه او امجاد النادي الاسماعيلي كانت في عهد ال عثمان في البطولات، وان هو من الانديه الثقيله اللي بتنافس في كل حاجه. من 2016 لحد النهارده عنده مشاكل ان هي صراعات. يعني اكتر حاجه بتقتل الانديه هي صراعات على مجالس الاداره. دي اللي اولا المناخ ما بيبقاش صح. كل اللي جاي انا اسمع ان في انا كنت سامع ان في حد يعني مستضاف من مجلس الاداره في فتره ما في برنامج، قال ان هو بيتعمد ان هو يعمل عقود طويله، وهو رجل اعمال تقيل يعني، علشان يكبد النادي، عشان ما حد يعني هو اللي بيصرف، هو اللي بايديه يصرف او ما يصرفش، هو لو مشي الدنيا تقع. الكلام ده ما يعني ده من الاسباب اللي بتخلي النادي يقع. انا سمعت الاستاذ رائف في لقاء من فتره كده، من اول ما مسك النادي قال احنا النادي عليه 230 مليون جنيه. رقم كبير جدا، يعني انا مش لا بس يعني فكه دلوقتي بالنسبه للزمالك، فاهم؟ الزمالك دخل في كام دلوقتي؟ خليه يدفع على مش عارف الزمالك ويخليه السؤال صفر. قبل السؤال ولا بعد السؤال. رقم كبير بحجم النادي الاسماعيلي، بحجم الايرادات اللي داخله. لكن الاسماعيلي عنده مشكله، والمشكله دي محتاجه تدخل. الصراعات لازم الجهات المختصه، الجهات الاداريه المختصه تتدخل علشان خاطر يعني تحد من الصراعات دي، ويبقى في ناس بجد تدير بجد، يبقى هدفها ومصلحتها النادي الاسماعيلي، بعيد بقى عن الصراعات الشخصيه، لان اللي بيقتل الانديه وبيقتل انجازاتها هي الصراعات الشخصيه. خرجنا من الحته دي هيكمل. ما خلي يعني انا اتمنى ان النادي الاسماعيلي ياخد تجربه اهلي جد، يفوق نفسه. خلاص يعني صفحه او حاله او ظرف هو اضطر ان هو يتحط فيه، يرجع تاني ينافس ويصعد تاني، ويبقى الجهات تتدخل علشان تحفظ النادي بما. بس في مشكله ان النهارده ال 200 مليون ونزوله الدوري الدرجه الثانيه، مفيش رعايه هتقدر تجيب، مفيش رخصه، مفيش درجه ثانيه فبقى درجه ثالثه. في بعض الحالات بيبقى محتاجه يعني ان لازم يبقى فيه مساعدات، لان هو في الاخر ده حاجه اللي هي انا بعتبرها من الكرايسيس. يعني نادي جماهيري بحجم الاسماعيلي الظروف اللي هو فيها دي لازم تدخل، يعني لازم تدخل بشكل يكون متوافق مع المعايير بتاعتنا. فكره يعني القانون بتاع قانون الرياضه اللي هو تعدل وبقى حط فيه ان هو الجزء الاستثماري. طب ما هو ده ينطبق. انا كنت اسمع من فتره ان في مستثمر او في شركه هتخش في الاسماعيلي بحيث ان هي ترفع من يعني تحل المشاكل بتاعته، يبقى الامور تبقى واضحه للمستثمرين دول، ويبقى في مساعدات حتى لو في جدوله للديون بالحاجات دي كلها. يعني الامور تتحل، يبقى في الاسماعيلي عنده رجال اعمال بيحبوه. مش فكره بقى ان انت تطبع، لا، فكره ان انت تساهم حتى، يعني يبقى في يعني شركه الكوره اللي تتعمل هيضخ فيها الفلوس دي مقابل يتعمل لها خطه. اصل هو في اي مشكله بتتحل لما تحط لها خطه كويسه بوقت معين بتقدر تمشي عليها، تجيب ناس تنفذها صح، هتتحل. غير كده هنفضل ماشيين في الدوام. ابعد يعني رجاء الجهات المختصه ان هم يشيلوا النادي من الصراعات الشخصيه اللي موجوده في مجالس الاداره، علشان يعني انا متضايق يعني، او كل الناس اللي بتشجع كوره متضايقين ان الاسماعيلي مع عبد الرحمن الصراحه. بما فيهم عبد الرحمن بما فيهم عبد الرحمن. بيبقى عندي اللي هو كومنت كده بيقول ان هو يعني الناس اللي في القهوه لحد الناس اللي معاها دكتوراه كلها عارفين ان حل مشكله النادي الاسماعيلي او مشكله الرياضه بشكل كبير، بس خلينا في النادي الاسماعيلي،
يبقى حلها في الاداره، اداره فاهمه واداره مثقفه وعندها وعي واداره عندها خطه وبلان وخطه 5 سنين و10 سنين. ليه الناس دي كلها عارفه الحل ده الا ال 1000 متر مربع بتاعت نادي الاسماعيلي ما عندهاش. يعني الناس اللي بتخش جوه ما عندهاش الفكره دي، ما عندهاش لا يا جماعه احنا خلاص كده غلط، وقف اشطب شيل حط هات. يعني ليه الحته دي، ليه في جاب هنا؟ بص، هو دايما هي الرقابه، يعني الرقابه الحقيقيه بتمنع اي مشاكل بتحصل. اختيار الاشخاص، ما انا عشان كده انا بقول يعني هو في لجنه مؤقته. لو يعني اللجنه انا يعني اللي تم اختيارها طبعا هو اللي بيختارهم برضه بيبقى عليه الحساب. وفي الاصل قبل اي حاجه انا ما ينفعش من 2016 لحد 26 10 سنين النادي الاسماعيلي عنده مشاكل انا لحد دلوقتي انا مش واخد بالي يعني هل انا مش واخد بالي من كل المشاكل اللي بتحصل دي؟ هل انا زي ما قلت لحضرتك، لا، في جزء برضه على الجهات المختصه. ان انا بقول لحضرتك انت كل شهر اي قرارات مجلس اداره بتتاخد لازم تعاد على الجهات المختصه. لو في حاجه غلط لا، ما انا راجعها. الرابطه يعني يمكن الحاجات دي احنا تخلينا نطور، يعني تخلينا في اللي جاي نتلاشى ان المشاكل دي تحصل. ان الرابطه تاخد بالها مثلا، هل انا لما يبقى في عقد مع مدرب برقم معين او مع لاعب برقم كبير وانا شايف ان قدره النادي مش هيقدر يدفع ده، لا، لازم يبقى فيها تدخل. التدخل ده يبقى في مرونه في ان انا في سن القوانين او المشاريع القانونيه او اللوائح، الحاجات دي كلها يبقى عندي مرونه عشان اقدر اتلاشى الحاجات اللي بتقع قدامي. لان انا ما يعني ما انت ما تجيش حضرتك انت بقى لنا 10 سنين بنعاني من مشكله وجايين دلوقتي نتكلم ومش عايزين يبقى فيه هبوط، لا. لو من الاول اللي هو نظام الانذار المبكر ده لو موجود المشاكل دي مش هتحصل. لانه دلوقتي هو في الاداره في حاجه اسمها الكرايسيس ده اللي هو الكرايسيس مانجمنت، اللي هو ايه، في حاجه اسمها البرو اكتيف والبري اكتيف. البرو اكتيف اللي هو انت ايه، خلاص انت بتتصرف بعد ما المشكله بتاع. البري اكتيف ان انت قبل ما المشكله بتحصل انت بتبقى ليك رؤيه بتحافظ بيها ان انت ما يعني لا الامور دي ما تحصلش. شايف ان الاهلي والاسماعيلي، الاهلي والزمالك ممكن يحصل لهم نفس الاسماعيلي؟ اي نادي معرض ان هو يحصل له اي مشكله لو هو مش ماشي بسيستم صح. اي نادي يعني انا يعني حتى الاهلي والاسماعيلي، الاهلي والزمالك جماهيريتهم اكتر، لهم قوه حتى في يعني مشاكلهم اكبر واعمق. بس هو يعني محميين بجمهور، بس هو في الاخر لو ما مشيش بسيستم صح هيقع. يعني اي نادي مش هيبقى بيدير صح هيقع. شايف برضو ان الميديا كان ليها طبعا. سبب ان الاسماعيلي يهبط، بما ان هو ما فيش زي ما انت قلت انذار مبكر، ما فيش ميديا قويه للاسماعيلي عشان تقول ان في انذار مبكر. طبعا السوشيال ميديا، الميديا تحديدا بتبقى عامل مؤثر في كل حاجه. انت حضرتك بتشوف يعني مثلا يعني قد يكون ان في ضغط حصل من الجماهير في صفقه حمزه عبد الكريم مم. في نادي الزمالك. يعني لما الجماهير قعدت يعني تبقى سايره بسبب بيع نصر المهدي ولعيب جامد جدا وفي الاخر هو اتباع. يعني هو في الاخر بيبقى فيه ريسك يعني الحالتين. يعني حاله ان انت قبلت بضغط الجماهير فاخدت قرار صح، حاله انت ما قبلتش بضغط الجماهير فقرارك كان صح. الرق ان انا اخد القرار صح، يعني ان انا يبقى تاثيره صح. الاعلام بيبقى ليه تاثير جامد جدا. الاعلام لو مش ماشي على نهج معين ما يبقاش اللي هو التراديشنال اللي احنا بنشوفه، اللي هو احنا جايين نناقش. حتى الاعلاميين نفسهم في بعض منهم بيخلص يعني مثلا ايه مشاكل شخصيه مع اعلاميين اخرين او مع ناس لها علاقه بالمجال الرياضي من خلال الكاميرا بتاعته. الحاجات دي كلها لازم نخلص منها. لازم يبقى يعني انت بتتعامل بقى بسيستم، بتتعامل آه، برؤيه ان انت بعيد بقى عن الحب والكره. ابعد الحب والكره والكلام ده كله عشان تعرف تنجح. السوشيال ميديا طبعا مؤثره في كل حاجه، مؤثره. نصيحه. بص، هو انا نصيحتي ان الناس تركز على يبقى في رؤيه تتحط على الترابيزه. الرؤيه دي يبقى في مرونه ان تنفيذها يتم بشكل كويس. اختار صح الشخص اللي يقدر ينفذ الرؤيه بتاعتك، والرؤيه دي تبقى حقيقيه وقابله للتنفيذ. جميل. شايف حد من الموجودين في الساحه الفتره دي يقدر ياخد الاسماعيلي من الدرجه الثانيه للدرجه الاولى ويبقى ستيبل؟ انا شايف ان مش يعني الاسماعيلي مشكلته تتحل لما يبقى في مصارحه شفافه بحجم الكارثه اللي هو فيها. لان اول نقطه في علاج اي مشكله ان انت تحدد المشكله نفسها. يبقى كده اتحط على ترابيزه. انا مشاكل الاسماعيلي 1 2 3 4 5
ونشوف رجال الاعمال او يتعمل شركه، يعني شركه كوره تدير يعني تفصل بقى النشاط الرياضي، نشاط الكوره، عن باقي انشطه النادي، ويبقى في لجان تبقى مخصصه ان هي ايه توفر موارد، تعزز الموارد، تجيب فلوس عشان تقدر تمشي الدنيا. الاسماعيلي قادر ان هو يقوم من اللي هو موجود فيه ده. اول حاجه بالتكاتف جماهيره ومحبينه يبقوا واقفين جنبه. تاني حاجه ان لازم الناس يعني يبقى عندهم ايثار، يعني الناس اللي هم طامعين في مجالس الاداره او الصراعات، لا لازم بقى يحسوا ان يا جماعه النادي الاسماعيلي مشكلته بسبب المشاكل والصراعات الشخصيه اللي انتوا بتعملوها مع بعض. دمج ولا شركه كوره؟ سيان، يعني سيان هو الدمج، اصل هو برضه هو اللوائح بتحدد حاجات، يعني الدمج والحاجات دي لازم يبقى في جمعيه عموميه. هو في الاخر ما هو الجمعيه العموميه واعيه هتعرف تاخد قرارات صح. الميرج او شركه الكوره الاثنين مقبولين، بس هو الاسم انا يعني انا مش عارف، يعني ما اعرفش هم بيفكروا في ايه، بس هو شركه الكوره انا اعتقد ان هي تبقى افضل. الدمج ينفع مع انديه زي المنصوره. بس انا من رايي لو احنا دمجنا كده مفيش شركات كوره، ما فيهاش انديه شركات، فيبقى كلها جماهير. فالناس حتى يبقى الاسماعيلي غير هابط بطريقه غير مباشره ومقبوله للجميع، وبقى فيه جماهير اكتر، وحتى خليها 14 نادي، مش لازم 18 يعني. لو بالشكل ده طبعا قرار كويس جدا. يعني لو حصل له الميرج فعلا، يعني لو ينفع تمام، هيبقى بس يبقى على كل، يعني مش هيحصل على ميرج اللي يقدر. للاسماعيلي. ما هو على اللي جاهز، يعني انا عارف او انا سامع ان المنصوره بيعمل ميرج مع احد الانديه، حلو. احد الشركات مثلا انا اسمع البنك الاهلي، يعني يبقى في ميرج ما بين المنصوره والبنك الاهلي. الفكره قصدي ان انا النهارده لو اخدت ميرج يبقى القرار الاولاني، انا ما عنديش ما هو انديه شركه كوره، شركات. ما هو الميرج ايه؟ هو الميرج في الاخر هو هيبقى شركه بتدير النشاط الرياضي او الكروي فقط اللي في النادي، يعني هما الاثنين بيؤدوا نفس بس هي الفكره اللي انت بتتكلم فيها ان انا عشان الاسماعيلي ما يقعش فانا اعمل له ميرج مع نادي من الانديه لا برضه نشيل كل الشركات، كل الشركات تتشال خلاص. يعني لا عاد هيبقى فيه لا سيراميكا ولا زد ولا اسمهم ايه حرس الحدود والطلائع الجيش، ده كله يتشال. بتروجيت وانبي ويبقى فيه نادي جمهوري مع انبي، زي الدوري الالماني مثلا مع بايرن ميونخ مثلا. اليانز ارينا اخده 50 ساعه حق انتفاع علشان مش هينفع يتنسى. نفس الموضوع يبقى مثلا استاد بتروسبور بتاع مثلا مين ممكن يبقى مكان انبي، مين في مصر؟ بيراميدز، ما مستحيل بيراميدز يندمج. في وادي دجله وادي لا دجله ممكن في اه اه بترول اسيوط مع خد بالك منتخب السويس جماهيري اه القناه. بص يا فندم، هو يعني الميرج او يعني الميرج حتى لو تم هيبقى من خلال شركه كوره، بس انا فكره ان انت يعني توكسي انديه الشركات دي، آه، يعني شايف انها صعبه شويه، خاصه ان يبقى في استثمار، يعني زاد بيستثمر دلوقتي. ما يستثمر في النادي. ما هو لو متاح ليه كده ويبقى في صيغه اتفاق بينه وبين اي نادي جماهير، يعني مثلا يعني تعالى نقول المصري وزد مثلا، تمام، هيبقى زد على تيشيرت النادي المصري واستاد زد لمده 50 سنه، وهو بيصرف بالماركتنج اللي هو عايزه، كده كده بيحصل لان هو زد على طول على النادي المصري، والنادي المصري بيستفيد من الفلوس. وبدل اللعيبه بدل ما هي بتروح لزد عشان فلوس هتيجي النادي المصري، بدل ما اللعيبه مش لاقي حد يشجعها تروح النادي المصري علشان الناس بتشجعها. فاهم الفكره اللي هو هو انا بدمج لاجل مستقبل افضل للجماهير الشعبيه والدوري المصري للكوره بس. يا ريت يا ريت يا ريت أصلاً. يعني يا ريت هو اصلا حتى لو احنا بنتعشم حتى في نادي او اتنين، يعني انا نفسي الدوري اللي جاي يبقى في اتنين انديه اتعمل لهم الميرج ده، بحيث نجرب. ونجرب ونشوف. وانا شايف ان الفكره دي كويسه، خاصه ان هي فعلا بتطبق بره، يعني هو يعني الشركات دلوقتي بقت تخش في الولايات او في المحافظات اللي زي المحافظات عندنا بقى لها جماهير، يعني انت في الاخر انت بتروح تتفرج على الماتش بتلاقي الجماهير الولايه او المحافظه هم قاعدين بيتفرجوا على اه على الدوري. خد بالك، يا ريت. انت عندك كذا فريق جمهوري، حتى هنا في بورسعيد في اتنين، يعني بورفؤاد والمصري، ده ليه جمهور وده ليه جمهور. والمريخ اعتقد له نسبه بسيطه بس له، يعني فاهم، له جمهور. كان معاكم حلقه مختلفه، انتوا زي ما انتوا عارفين احنا بنتكلم بننكش في بعض، بس النهارده كان معانا دكتور فمش هينفع ان احنا ننكش الحلقه دي. اتكلمنا اداريا اكتر، اتكلمنا في حلول او شبه حلول، لان احنا برضو في الاول وفي الاخر مش احنا اليد العليا.
اتشرفت جدا بحضرتك النهارده يا دكتور والله، متشكر جدا، شكرا ليك يا أستاذ منورنا عبد الرحمن ومنور يعني. بورسعيد ومنور الناس كلها. الله يخليك، انا مبسوط ان انا كنت معاك النهارده الله ومبسوط يخليك. مع الزملاء يعني، وان شاء الله يعني ربنا ان شاء يوفقك. الله وحاجه حاجه تتكرر كويسه يعني، لا تاني. برنامج محترم وانا بتابع النكش اللي انتوا الله بتعملوه، يخليك يا دكتور والله. وبالتوفيق يعني. يا رب. ما تنسوش في اخر الحلقه لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس. لو عندك اي كومنت يا ريت تقوله لنا عادي جدا، لو كومنت سلبي خليه لنفسك. دي بس كنت معاك. بس ان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده. السلام عليكم.